الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو مجلسنا الثامن من مجالس قراءة كتاب راقي السعود والتعليق عليه، ووصلنا إلى فصل حذف الواو. قال هنا: حذف الواو في القرآن الكريم يقع على نوعين، وهذه التقسيمة جعلناها كتقسيمة حذف الياء، فقلنا في حذف الياء أحادية وثنائية، وكذلك هنا نقول في حذف الواو أحادية وثنائية وبنفس الكيفية. الأحادي ذا الكلمة ذا الواو الواحدة أو ذات الكلمة ذات الواو الواحدة، والثنائية الكلمة ذات الواوين فأكثر. وعلل الداني رحمه الله حذف الواو الواحدة، قال: اكتفاء بالضمة. وعلل غيره بأن الواو حذفت ليحمل الخط على اللفظ. ونأتي على الأحادية، فقال: فأما الأحادية فتحذف واوها في 4 أفعال واسم. يعني عندنا 5 كلمات، كلمة تكررت مرتين وبقيتها وردت في القرآن مرة واحدة. جمعها شيخ القراء في مصر في زمانه المتولي بقوله: ويمحو بشورى يوم يدعو الداعي مع، ويدعو الإنسان سندعو الواو دع، وهكذا وصالح الذي ورد في سورة التحريم فاظفر بالرشد. فأول موضع هو يمحو بشورى الذي ذكره الشيخ احترازا من موضع الرعد يمحو الله الباطل. ولعلكم لاحظتم أن يمحو الله هذا التقى ساكنان، يمحو في واو التي حذفت، قالوا إنها حذفت لالتقاء الساكنين، حذفت من النطق فحذفت أيضا من الكتابة. هذا تعليل بعض الرسامين. أما الداني فقال: حذفت الواو من يمحو اكتفاء بالضمة، لأن الضمة دلت على الواو المحذوفة. قال: يوم يدعو الداعي، يوم يدعو الداعي في سورة القمر احترازا من غيرها. ويدعو وردت مرتين، مرة في سورة القمر من غير واو، ومرة في سورة الإسراء من غير واو أيضا. ويتنبه إلى قراءة البيت فتقول: ويدعو الإنسان بالنقل، ويدعو الإنسان، كما تقرأ رواية ورش، لأنك لو قلت ويدعو الإنسان انكسر الوزن وصار الكلام أو صار الشطر البيت غير موزون. فيدعو في موضعين، في القمر والإسراء، وبقية مواضع القرآن يدعو فيها واو. سندعو الواو دع، سندعو معروفة، الواو دع يعني اترك الواو في هذه الكلمات. ومن لطيف كلام العرب أن كلمة دع لم تستعمل العرب الماضي منه، والماضي منه ودع، ودع يدع، دع فعل أمر، واعتاضت عنه بترك. مثلا تقول ترك في الماضي ولا تقول ودع، مع أنه ورد في حديث أو بيت، لكن هو استعمال قليل عن العرب، أو تركته العرب اتكالا على ترك وأخواتها، مما هو مرادف لكلمة ودع يدع دع. على كل حال نرجع فنقول: وهكذا وصالح الذي ورد. صالح هذا صالح المؤمنين.
سنكتبها صالح المؤمنين. على هذا القول أصلها صالحون جمع مذكر سالم، ثم حذفت النون للإضافة لأن قلنا صالح المؤمنين حذفناها للإضافة، ثم حذفت هذه الواو، حذفت الواو اكتفاء بضمة الحاء. فيها في الحقيقة حذفان، حذف النون للإضافة وحذف الواو اكتفاء بالضمة. هذا على القول أن صالحو أصلها صالحون جمع مذكر سالم، وبعضهم يجعل كلمة صالح صفة كما تقول صالح وفاسد فيجعلها صفة. على القول بأنها صفة ليست محذوفة الواو، لكن على القول بأنها جمع مذكر سالم هي محذوفة الواو. نرجع الآن إلى ما ذكر الكاتب، فقال وهكذا وصالح الذي ورد في سورة التحريم فاظفر بالرشد. فهذه هي الياءات الأحادية التي حذفت من القرآن الكريم. ثم قال وأما الثنائية فتحذف إحدى واواتها في حالتين، يعني الواوين، يعني الواوان إذا اجتمعا في كلمة واحدة فلنا قاعدتين. القاعدة الأولى إذا أدت كتابة صورة الهمزة إلى توالي واوين لا تصور، أي هذه الهمزة لا تصور واو، نحو رؤوف رحيم وتؤويه وتبوأ الدار والإيمان. نقول رؤوف كتبت في المصحف هكذا، المصحف العثماني بواو واحدة، ولم يكتبوا صورة الهمزة هذه الواو بل حذفوها. وأيضا ليوافق قراءة من قرأ رؤوف رحيم، بعض القراء قال رؤوف من غير مد الهمز، فلكي توافق هذه القراءة وتوافق القراءة الأخرى المشهورة كتبت المصحف بواو واحدة وحذفت صورة الهمزة وجعلت الهمزة على السطر لأن الراء لا يتصل بالواو. أما مثل تؤويه نفس الشيء، تاء مضمومة وهمزة ساكنة، وأخذنا في أقوى الحركات أن الضم أقوى من السكون فحقها أن تكتب على الواو ثم الواو المادية ثم الياء والهاء، هكذا هي. لكن حذفت صورة الهمز، لماذا؟ حتى لا يتوالى واوين، ثم التاء من حروف الاتصال، فلما كانت من حروف الاتصال وصلنا التاء بالواو وتبوأوا نفس الشيء. طيب نرجع الآن إلى الكتاب، فنقول ألف إذا أدت كتابة صورة الهمزة التي ذكرناها الآن إلى توالي واوين لا تصور، نحو رؤوف وتؤويه وتبوأوا. باء إذا اجتمع في الكلمة أكثر من واو متتابعة تحذف الواو الثانية. قال الخراس في المورد ورسم لولا في الجميع أحسن وفي يسوء عكس هذا أبين. معنى الكلام أن الصحيح أن المرسوم في المصاحف العثمانية هي الواو الأولى وأن الثانية هي المحذوفة، فقال تحذف الواو الثانية إذا كانتا واوين، يعني عندنا واوين في النطق نحذف الواو الثانية، نحو ووريا يستوون الغاوون وداود. سنرسمها. ووريا كتبت في المصاحف العثمانية هكذا، فقال العلماء أن الواو الثانية هي المحذوفة، لذلك تجدها في المصحف بواو صغيرة، فهذه واو ضبط من علم الضبط زادها العلماء، وهذه الواو في
المصحف العثماني من علم الرسم. وكذلك يستوون والغاوون وداود. ومن لطائف القرآن أني تتبعت مصحف المدينة فلم أجد واوين مكتوبتين يعني متتابعتين مرسومتين في المصحف إلا كلمة آووا بواوين وبرسم، ولووا رؤوس فقط. وبقية القرآن متى ما اجتمعت واوان حذفت الواو الثانية مباشرة. هذه هي القاعدة التي نستفيدها اليوم، أنه إذا اجتمعت واوان في الكلمة حذفنا الواو الثانية إلا في آووا ولووا. ثم قال: وتحذف واوها الثانية والثالثة من الموؤودة، وهي كلمة واحدة في القرآن الكريم، وتحذف واوها الثانية والثالثة. الثانية هي صورة الهمزة، والثالثة هي مد وضمة الهمز الموؤودة. وتحذف واوها الأولى والثانية من ليسوء. ليسوء الواو الأولى المادية ليسوء هذه محذوفة، ثم الواو الثانية صورة الهمز. لذلك قال الناظم: ورسم الأولى في الجميع أحسن. يعني الأحسن أن تكون الواو الأولى هي واو رسم، سواء كان في الموؤودة أو ووريا أو يستوون. إلا ليسوء رسمنا الواو الأخيرة، وعكس وفي يسوء عكس هذا أبين. يعني هذا هو المختار والذي مشت عليه اللجنة. طيب، نأتي على فصل حذف اللام. حذف اللام في كلمات مخصوصة. كل هذه الكلمات اشتركت في علة، وهي أن التي دخلت عليها لا تنفك عنها. لا تقل التي، لا أحد يقول هذا في كلام العرب، التي، فالألف واللام التي دخلت عليها منها. واللائي والذي كيف جاء، يعني سواء كان مثنى اللذان أو مفرد الذي أو جمع الذين أو مثنى منصوب اللذين، يعني على كل حال الذي محذوفة اللام. وكذلك التي واللاتي واللائي. بقي عندنا الليل، إلى أنها لما كثر استعمال هذه الكلمة حذفت لامها، وهذا موجود أيضا في الكتابة العربية القديمة. أما الكتابة الموجودة الآن هي تكتب بلامين. وبقية الكلام بقية اللامات إذا اجتمعت لامين في كلام العرب أبقيتها، أو عفوا في القرآن الكريم أبقيتها، نحو اللهم، الله، اللمم، اللعب، اللغو، وهي كثيرة في القرآن الكريم. قال صاحب المورد الخراز رحمه الله: في الليل واللائي، التي واللاتي، وفي الذي بأي لفظ يأتي، يعني في الذي سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع. ثم قال: فصل حذف النون. تحذف إحدى النونين من كلمتين. تأمنا بيوسف وننجي بالأنبياء. تأمنا بغض النظر عن نطقها من ناحية الإشمام والاختلاس، لكن نحن الذي يهمنا في هذا الكتاب هو الكتابة. فتأمنا أصلا ميم ما نون، أدغمت هذه النون في النون وحذف سن الميم الأولى، وبقيت الميم الثانية بصورتها، وحذفت النون الأولى. ولأن نطقها غريب، يعني نطقها مخالف، جعلوا عليها ما يعرف بالتغديرة. الدائرة هذه تعرف بالتغديرة وتضبط بالمشافهة.
يعني نطقها يضبط بالمشافهة، لكن كتابتها بهذه الصورة: ميم ثم جرة، ميم ثم جرة ثم نون ثم ألف، وتكون التقدير على هذه الجرة، تكون التقدير على هذه الجرة. الكلمة الثانية ننجي، كتبت المصاحف بنون واحدة هكذا، فقال العلماء إن النون الثانية هي المحذوفة، والنون الأولى، هذه النون الأولى هي المكتوبة في المصاحف العثمانية. ولم يجدوا يعني نونا محذوفة في القرآن إلا في هذين الموضعين، وبذلك نكون أتممنا فصل الحذف كاملا. الحذف كاملا في حذف الألف وهو طويل أطول الأبواب، ثم حذف الياء، ثم حذف الواو، ثم حذف اللام، ثم حذف النون. هذه 5 حروف تحذف من المصاحف ولكنها نطقت يعني منطوقة. نأتي الآن على الفصل الذي بعده وعكس هذا الفصل، الفصل الثاني وهو الزيادة. الفصل الثاني عكس الفصل الأول. قال الزيادة هي إدخال حرف في الكلمة، هي أن ندخل حرفا في الكلمة كتابة لا نطقا، يعني أنه لا ينطق. والذي يزاد في رسم المصاحف العثمانية من حروف الهجاء 3: ألف وياء وواو. لم يجد حروف زائدة في كلام العرب إلا حروف المد 3: الألف والياء والواو. نبدأ بفصل زيادة الألف. قال هنا بعد واو جمع المذكر السالم، نحن جعلناها في نقاط حتى تكون أسهل في للحفظ والاستذكار إن شاء الله. قال هنا بعد واو جمع المذكر السالم المضاف وما ألحق به. وقلنا إنه لابد من مصطلحات نحوية في الكتاب، لأن علم الرسم علم كتابة عربية، فيحتاج منك إلى بعض المصطلحات النحوية: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، الاسم المقصور، المنقوص، يعني بعض المصطلحات النحوية والصرفية حتى تتماشى يعني مع كتب الرسم ولا يكون لك فيها مشكلة إن شاء الله. ومع ذلك سنحاول أن نعرج أو نعلق تعليقا خفيفا على كل مصطلح يمر معنا إن شاء الله بما يسمح به الوقت. قال هنا بعد واو جمع المذكر السالم، وذكرناه في بداية حذف الألف، جمع المذكر السالم المضاف، يعني شرط أن يكون مضافا. وقلنا إذا أضيف جمع المذكر السالم فإن نونه تحذف. قال وما ألحق به نحو باسطوا أيديهم، أصل باسطون حذفت النون للإضافة، واتعظ عنها الكتاب بألف زائدة بعد الواو لا تنطق. ونحو ناكسوا رؤوسهم، مرسلوا الناقة، وبنو إسرائيل، وأولو الألباب. كل هذه الكلمات فيها زيادة ألف في آخرها لا ينطق لا وصلا ولا وقفا. قال ولم تزد بعد الاسم المفرد، لأن نحن نتكلم على الكلمة إذا كانت اسما. قال لم تزد بعد الاسم المفرد المنتهي بالواو إلا في الربا، فهي كلمة واحدة. نحو الغدو مثلا، الغدو هذه اسم، هذه فيها واو متطرفة، لم تزد الألف هذه هنا، لا، لم تزد هذه الألف في بعد واو الاسم المفرد. الاسم المفرد نحو البدو مثلا، مفرد نحو ذو أيضا اسم مفرد، العفو نفس الشيء. كل هذه الأسماء آخرها واو، لم تزد هذه الواو بعد الاسم المفرد، بينما زيدت بعد جمع المذكر السالب نحو باسطوا، بعد الواو في ألف
ألف مقيدة، إلا في لفظ الربا. الاسم المفرد الوحيد الذي جعل فيه ألف مقيدة هو الربا، جعلت فيه ألف في آخره زائدة رسما ونطقا. قال وكذا الحروف لم تزد الألف بعدها، نحو لو هذا حرف، أو هذا حرف، أي حرف ليس هناك بعده ألف مقيدة في الكتابة. وهنا نكون قد أتينا على أكثر الأسماء في القرآن الكريم. نرجع الآن إلى الكتاب لنأخذ النقطة الثانية. قال وبعد واو الجماعة المتصل بالفعل. هناك مصطلح عند علماء الرسم يجعلون الفعل نوعين: فعل فيه واو فرد وهي الواو الأصلية من الفعل، وفعل اتصلت به واو الجماعة التي هي فاعل. عندما تقول يكتبون أو يكتبوا، الواو هذه فاعل، يكتب فعل مضارع والواو فاعل. فهذه الواو الجماعة المتصلة بالفعل قال يكتب بعدها ألف مقيد، نحو عتوا وآذوا. في كل القرآن أي واو جماعة متصلة بالفعل كتب بعدها ألف مقيد. قال خلا 6 كلمات تحفظ بعينها: جاءوا وباءوا وفاءوا، هذه 3. وعتوا بالفرقان، وسعوا بسبأ، وتبوأوا في الحشر. ثم النقطة الثالثة قال وبعد الفعل المنتهي بالواو ويسمى بواو الفرد. قلنا أن الواو إذا كانت واو جماعة نحو عتوا وآذوا وآووا ولووا وغيرها، فهذه الواوات يكتب بعدها ألف مقيدة. لكن الفعل المنتهي بالواو ويسمى بواو الفرد، يعني إذا كان الواو من أصل الكلمة أتلو، أصلها تلا يتلو، الواو هذه من أصل الكلمة، قال أيضا تكتب هذه الألف: أتلو، يدعو، تتلو. إلا أن يعفو في سورة النساء حذفت الألف. خلاصة الكلام أن أي واو إذا كانت آخر الفعل سواء كانت واو جماعة أو واو أصلية فنحن نكتب الألف المقيدة إلا في 7 مواضع: 6 مع واو جماعة و1 مع واو الفرد. قال صاحب المورد الخراز رحمه الله: وبعد واو الفرد أيضا ثبتت، يعني ثبتت هذه الألف. وبعد أن يعفو مع ذو حذفت. ولخص لنا شيخنا رحمه الله حفظه الله محمد المامي اليعقوبي الشنقيطي هذه الفقرات الثلاثة ب3 أبيات جميلة. فقال في تحفة الفتيان: وبعد واو الاسم جمعا كتبا. واو الاسم جمعا يعني جمع المذكر السالم مثل باسطو وغيرها. قال كمرسل أولو وفي لفظ الربا، أي وبعد الواو الاسم المفرد مثل الربا. والفعل مطلقا، يعني الفعل مطلقا سواء كان واو جماعة أو واو فرد، كألفوا ورأوا نبلوا أتلوا سوى 7، سوى 7 مستثنيات. عتوا عتوا في الفرقان هذه، أي يعفو فاء جاءوا، وتقرأها بهذا الشكل: عتوني، عتونا، هكذا: عتوني يعفو فاء جاءوا، سعوا سبا تبوأوا وباءوا. فكل ما ذكرناه في ال3 نقاط اختصره شيخنا حفظه الله في 3 أبيات. وناتي على النقطة الرابعة. قال وبعد الهمزة المتطرفة المضمومة المرسومة واوا، أي همزة متطرفة مرسومة على واو
تجعل بعدها ألف مقيد، نحو جزاء امرؤ تفتو. ونسينا أن نستثني كلمة اللؤلؤ، يطوف عليهم غلمان كاللؤلؤ المكنون في سورة الطور والرحمن. عندنا كلمة اللؤلؤ في سورة الطور والرحمن آخرها همزة مضمومة بعد الواو لكن لم تقيد، فهذا مستثنى من الفقرة رقم 4. وإن شاء الله في الطبعة الثانية سنضيف هذه الكلمة، فجزا الله يعني الشيخ الذي نبهنا عليها. ثم قال في رقم 5 أو الفقرة الخامسة: وفي 8 كلمات. يعني الأربع الفقرات الأولى عندنا قواعد، لكن الفقرة الخامسة والسادسة هي كلمات لم أجد يعني قاعدة توحدها، فجعلتها يعني مع بعض، كان نجمع الكلمات التي ليست لها قاعدة. قال وفي 8 كلمات هي 100 الألف التي قبل الهمزة زائدة، و200 وييأس وثمود وجيء كيف جاءت، يعني كيف جاءت هذه الألفاظ لأنها تكررت في القرآن الكريم. وتيأسوا بيوسف وليس هناك غيرها، ولشيء بالكهف، ولأذبحنه بالنمل. هذه 8 كلمات في القرآن الكريم حذفت وليس هناك علة مشتركة بينها كما سبقتها في الفقرات السابقة. رقم 6: وفي 7 كلمات حذفت ألفها وصلا، يعني هي شبه زائدة تحذف في الوصل، لكن إذا وقفت عليها تقف عليها بالألف، نحو أنا في القرآن أنا أنبئكم، تحذف هذه الألف في الوصل، لكن في الوقف أنا تثبت هذه الألف. ولكن والظنون والرسول والسبيل وسلاسل وقوارير، وأظنها واضحة من ناحية المواضع. هذه 7 كلمات حذفت في الوصل وأبقيت في الوقف، فألحقناها في باب الزيادة، يعني شبه زائدة لأنها زائدة من ناحية الوصل. وبعد ذلك نأتي إلى فصل زيادة الياء. أتممنا الآن فصل زيادة الألف، نأتي إلى زيادة الياء. تزاد الياء في 5 كلمات فقط، وهي أفإن بآل عمران والأنبياء، وليس هناك غيرها في القرآن الكريم. ومن نبأ بالأنعام وملئه المجرورة الخالية من ال التعريف، وبأيد المنون بالذاريات، وبأيكم بالقلم. وأنا جعلت لها قيد في الأسفل، قلت يمكن تقسيمها كالآتي، يمكن أن نقسمها كالآتي: التي لا تحتاج لقيد أفإن، لأنه ليس في القرآن أفإن من غير ياء. والتي لا تحتاج إلا لقيد الجر بأيكم وملئه، وزد عليه الخلو من ال لملئه كما ذكر فوق. والتي تحتاج لقيد الصورة مع الجر من نبأ بالأنعام احترازا من موضع القصص، وبأيد المنون بالذاريات احترازا من بأيدي بعبس غير المنون. سنوضح شيء هنا. هي أصلها إن دخل عليها فاء فإن ثم ألف أفإن، فهناك ياء هنا زائدة في الرسم لا تنطق. يعني ومن الطريف أن نقول أن الأصل في الكتابة العربية أن تبدأ من اليمين إلى اليسار، لا أدري إن ذكرت لكم هذا أم لا. لكن مثلا كلمة باطل إذا أردت أن تكتبها للمبتدئين تقول له الباطل ثم ألف واللام الباطل ثم فاء، باء أقصد بالباطل، ثم فاء فبالباطل، ثم ألف أفبالباطل يؤمنون، فأنت أتيت عليها بالعكس. نفس الشيء في أفإن، لكي نفهمها نقول إن ثم فاء فإن ثم ألف أفإن، ففيها ياء زائدة. ثم من نبأ فيها
النبأ فيها ياء أيضا زائدة بعد الهمز. أما ملئه فلها 3 أنواع، كل ملأ في القرآن تكتب بهذا، يعني الهمزة على الألف، إلا ملئه إذا كانت مجرورة وفيها الهاء الضمير، مجرورة أقصد وخالية من التعريف، مجرورة وخالية من التعريف، شرطين، مجرورة وخالية من التعريف، فكلها تكتب بياء زائدة ملئه. وعندنا إذا كنتم على ذكر منها الملأ، هذه في 4 مواضع في القرآن الكريم سنأتي عليها في باب الهمزة. فهذه سورة الملأ في القرآن الكريم لها 3 سور، وبقية المواضع أظن أنها سهلة. بأيد، الياء الأولى هي التي تنطق، والياء الثانية هي التي لا تنطق وهي الياء الزائدة. نرجع الآن إلى فصل زيادة الواو. فصل زيادة الواو، قال تزاد الواو في 4 كلمات، في 4 كلمات هي سأريكم في الأعراف والأنبياء وأولاتي وأولو وأولئك كيف جاءت، نحو أولي وأولئك وأولئكم. قال صاحب المورد الخراز رحمه الله: فصل وفي أولي أولو أولاتي واو وفي أولئك كيف ياتي، يعني في أولئك كيف جاءت. هذه كلمات تفسيرها كالآتي: عندنا أولئك على اسم إشارة للجميع سواء للمذكر أو للمؤنث، وإذا اتصل به الكاف تصبح بهذا الشكل أولئك. هذه كلها فيها واو زائد، هذه الواو زائد. وعندنا أولو جمع الذكور بالرفع، وأولي جمع الذكور بالجر والنصب، فيها هذه الواو زائدة. وعندنا أولاتي، هذه لجمع الإناث، فيها الواو زائدة. وسأريكم في الأعراف والأنبياء، هذه هي الكلمات التي زيدت فيها الواو كتابة ولا تنطق، يعني تكتب ولا تنطق. بذلك نكون قد أنهينا فصل الزيادة. ندخل على فصل البدل، نأخذ منه ما تيسر حتى نأتي على الوقت تماما. الأصل الثالث البدل. قال هنا البدل هو جعل حرف مكان آخر من اسمه، بدل أبدل شيئا مكان شيء آخر، وجعل حرف مكان آخر رسما لا نطقا. والذي يبدل في رسم المصاحف من حروف الهجاء 3: الألف والنون والهاء، 3 حروف. اليوم سنكتفي بالألف. قال هنا، ونفس الشيء فقرناه على فقرات ليسهل الاستحضار إن شاء الله. قال إذا كانت الألف منقلبة عن ياء، يعني الألف أصلها ياء. قال الشاطبي في الشاطبية: وتثنية الأسماء تكشفها، لما تقول هدى هديان، إذن هذه الألف أصلها ياء. وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، رددت إليك الفعل قل هديت
ورأيت، رددت إليك الفعل أي نسبته إليك. صادفت منهل أي عرفت هل هذه الياء أصلها واو أو ياء. في مثل عفا أصلها واو لأنك تقول عفوت. طيب، قال إذا كانت الألف منقلبة عن ياء نحو عمن والمرعى وهداها. وأنا أتيت بهذه الأمثلة عمدا، يعني سواء كانت الكلمة نكرة عمن أو معرفة بالأل المرعى أو متصلة بضمير هداها، أو هي فعل فألقى فألقاها أو وجنى، يعني على كل صورة. مزياه اجتباكم التوراة أراني تقاه. وهنا نريد أن نعرج على اجتباكم. قلنا إن اجتباكم أتت معنا أو جاءت معنا في فصل حذف الألف بعد الباء. فصل حذف الألف بعد الباء حذفت اجتباه بالهاء في طه والقلم. وبقية الفاظ الاجتباء في القرآن الكريم بالانقلاب. قال إلا في 11 كلمة كتبت بالألف، وأنا استثنيتها بناء على الخلفية اللغوية لهذه الكلمات، وهي ونأى ومرضاتي كيف جاءت أنها تكررت، وتقاته في آل عمران، ورأى كيف جاءت سوى موضعي النجم فقد كتبتا على القياس هكذا رأى، وعصاني في إبراهيم، والأقصى في الإسراء، ومن تولاه في الحج، وتراءى في الشعراء، وأقصى في القصص وياسين، وسيماهم في الفتح، وطغى الماء في الحاقة. نحتاج إلى كتابة هذه. قلنا اجتباكم تكتب بسن الباء وسن الكاف، اجتباكم هكذا، ويسمى هذا انقلاب. لكن اجتباه فجعله في سورة القلم وفي سورة طه كتبت هكذا من غير سن، باء وألف محذوف. هذه نقطة. أيضا نأى ورأى وتراءى كتبت في المصاحف بألف واحدة، فبعضهم قال إن هذه الألف صورة الهمزة، وبعضهم قال إن هذه الألف صورة الألف. وعلى القول أنها صورة الألف فهي من هذا الباب، وهو الذي مشى عليه يعني جمهور علماء الرسم، وهو الموجود في المصحف. يعني الهمزة ليست لها صورة، تراءى هكذا، الهمز ليس له صورة، والذي له صورة هو الألف المنقلبة عن ياء. أصلها أن تكتب نأى بالياء، كتبت بالألف الطويلة. فهذه 3 كلمات نفس العلة، حذفت صورة الهمزة وكتبت الألف ألف، وكتبت الألف وكتبت الياء على صورة الألف، وحقها أن تكتب ياء. ثم عندنا تقاته، أيضا الأصل تقى، أو كما قال الرسامين وقية، أصل وقايا وها. فاتعظنا بالواو بالتاء، والياء هذه قلبت ألف في الكتابة، وحقها أن تكتب بالياء. وتولى نفس الشيء، وسيما نفس الشيء. قلنا سيما ذكرناها في المحذوف، سيماهم بالثبت الفتح. وعندنا في سورة الأعراف بالانقلاب، وعندنا في بقية الصور بالحذف، يعني ليست لها سن، هكذا سيماهم.
ليس هناك سن للألف في البكر والقتال والأعراف، كما قال الناظم: واحذف بسيماهم على استيطاني في البكر والقتال والرحمن. وعندنا آخر شيء طغى الماء. طغى في هكذا تكتب، إلا طغى الماء في الحاقة تكتب بهذا الشكل بالألف. فهذه هي أول قاعدة نأخذها في رسم الألف ياء. أظن أننا اليوم سنكتفي بهذا القدر حتى نلتزم بالموعد تماما، وسنواصل إن شاء الله الدرس القادم في بقية باب أو الأصل الثالث البدل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفع بنا وأن نكون هداة المهتدين وأن ينفع بكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.